مرحبا بكم في فيديو جديد. فالفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم واحد جوج ديال الطرق اللي كنستعملهم شخصيا وكنقدر مثلا نقص على شي منتوج واحد 40 ولا 30%. مثلا شي منتوج بغيت ناخذ شي كوموند بواحد 1000 درهم، نقدر ديك الكوموند يعني نقص منها تجيني واحد 600 ولا مثلا. المهم هادشي كامل غادي نحاول نشرحه لكم في هذا الفيديو خطوه بخطوه. غادي نحاول نشرح لكم في الاول كيفاش تستعملوا العملات. بزاف ديال الدراري كيتسائلوا على هاد العملات هادو وشنو هو الدور ديالهم. بطبيعه الحال هاد العملات هادو كتبقى تجمعهم يوميا، كتدخل كتضيع واحد دقيقه من الوقت ديالك، ما كتضيعش واحد الوقت بزاف. كتكون جمعتي واحد بزاف ديال العملات. هاد العملات هادو ملي كتجي كتبغي تاخذ شي كوموند فتتحصل على واحد التخفيض اللي مهم بزاف. مثلا بغيتي تاخذ شي منتوج داير واحد 100 درهم، تقدر تشريه ب 60 درهم 70 درهم 80 على حسب. كل ما جمعتي بزاف كل ما كان مزيان. وبطبيعه الحال غنشرح لكم في الجزء الثاني نيت في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الموقع ديال الاغرال، واحد الموقع اللي زوين بزاف، موقع فرنسي موثوق 100%. هذا الموقع هذا كتسجل فيه عادي، غير هو ملي تبغوا تسجلوا به بنفس الايميل باش مسجلين في علي اكسبريس. مثلا كما كتشوفوا هذا هو علي اكسبريس التطبيق ديالو، يعني داك الجيميل باش تسجلتوا في هذا التطبيق هو باش غادي تسجلوا في الموقع ديال ايغرال. هذا الموقع ديال ايغرال هو واحد الموقع ديال الكاش باك. يعني مثلا نقولوا باللغه العربيه استرداد نقدي. مثلا انت خديتي واحد المنتوج كتقدر كتحصل على واحد الاسترداد نقدي. مثلا مثلا خديتي شي حاجه بواحد 100، نديروا 100 درهم ولا نديروا 1000 درهم مثلا، تقدر ترجع لك واحد 50 درهم، تقدر ترجع لك واحد 40 درهم، تقدر ترجع لك 30، تقدر ترجع لك 60 درهم على حسب كل متجر. بطبيعه الحال كيدعم بزاف ديال المتاجر من بينهم علي اكسبريس اللي كيهمنا بزاف. يعني كاينين فيه بزاف ديال المتاجر، يعني اي واحد كيشري من على برا مثلا دوك المواقع الاجنبيه، راه اي موقع غادي تلقاوه في داك الموقع ديال الاغرار اللي غادي نشرحوا لكم من بعد ما غنشرحوا بعدا العملات وشنو هو الدور ديالها. كما كتشوفوا انت ملي كتفتح التطبيق كتمشي لهاد العملات هادو كما كتشوفوا. غادي نحاولوا نجمعوهم ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملوهم في شراء المنتوجات وكيفاش غادي نحصلوا على واحد التخفيض اللي غادي يكون مزيان. كما كتشوفوا الفوق متأثر الحساب الثاني ديال اللي في التطبيق ديال علي اكسبريس. الحساب الاول راه جامع فيه تقريبا شي 66 دولار، تقريبا واحد 600، قريبا واحد 700 درهم غير من هاد العملات هادو كما كتشوفوا. المهم كما كتشوفوا هنا كيعطوك الايام. يعني انت الدور ديالك كل نهار كتدخل كتحاول دير تسجيل الدخول باش تحصل على هاد العملات هادو. مثلا اليوم الاول الثاني الثالث الرابع، دابا في اليوم الخامس غادي ندير تسجيل الدخول وغادي نحصل على 400 نقطه، 400 ديال هاد العملات اللي غادي يساويو لي واحد المبلغ. غادي يساوي لي واحد المبلغ الفوق، غادي تزاد لي على هذا المبلغ هذا. المهم غنديروا تسجيل الدخول كما كتشوفوا حصلنا على داك النقط طلعوا لينا الفوق. غادي نضغطوا عاوتاني على اربح عملات اكثر. هادشي كامل سبق لي وشرحت لكم فيديوهات اللي قبل، ولكن بزاف ديال الدراري كيسولوني على هاد العملات وايضا كيسولوني على كيفاش تشري بواحد الثمن اللي يكون قليل. لهذا غادي نحاول نجمع لكم هاد العملات وغنجمعوا لكم مع داك الموقع ديال ايغرار. غادي يكونوا عندك جوج ديال الطرق اللي غادي تقدر تشري بها بواحد الثمن اللي غادي يكون منخفض لواحد الدرجه اللي كبيره. غير هو الموقع الثاني ديال ايغرار خصك تجمع لواحد 200 درهم مثلا وكتنتظر واحد المده وعاد يمكن لك تسحبها مثلا. المهم غنكملوا الشرح ديالنا. غادي نضغطوا على اربح عملات اكثر من بعد ما ربحنا ديك 400. كما كتشوفوا هنا تيعطيوك تربح عمله، هنا 5، هنا 2، هنا 3. كتضغط على هذا السهم هذا بحال هكا، ها انت ربحتيها. غادي تضغط عاوتاني على هذه، غنضغطوا عليها. انا غادي تسنى هذا العداد كما كتشوفوا 15 تقريبا 15 ثانيه. المهم انت تقدر غير تسناه بلا ما ولا تقدر تصفح وتشوف المنتوجات تقدر. المهم غادي نتسناوه يكمل ومن بعد غادي نكملوا المهمه الاخرى. وبهذه الطريقه هذه غادي تقدروا تجمعوا بزاف ديال العملات كما كتشوفوا. غتكملوا هذا عاوتاني اللي بغيتو. المهم غنكملهم كاملين باش نكمل لكم كيفاش تشريوا المنتوج وشحال تقريبا ديال التخفيض كيوقع في المنتوجات. المهم من بعد ما كملنا هذا غادي ندوزو نكملوا مباشره الشرح بلا ما نتسناو هذا سميتو. المهم نتوما كامل كدوزو هادشي كامل
كما كتشوفوا هنا عاطينك واحد جوج ديال الالعاب اللي كاينين لتحت، هاد جو ماتش وهاد الرئيس المزاح ولا المهم انت الا بغيتي تلعبهم راه كتلعبهم وكتحصل على دوك النقاط. وايضا اللي زوين في هاد اللعاب كل نهار ملي كتدخل تبقى تلعبهم يوميا، كل مثلا ضربتي مثلا واحد المده تيبقى يعطوك النقاط مزيان. المهم غندخلوا باش نوريكم كيفاش تلعبوها، راه سهله جدا. غادي نستناو على ما تحمل لينا اللعبه باش ندخلوا وغادي نحصلوا على ديك 40. بطبيعه الحال غير كتكمل داك الليفل، مثلا المستوى كنتي انت في المستوى الاول هي كتلعب داك المستوى الثاني، ولا مثلا هي كتكمل داك المستوى كيعطيوك ديك 40 بلا ما تزيد تلعب بزاف وتضيع الوقت. كدير اللاعب الان. المهم نتوما اول مره كيعطيوكم هاد اللعيبات هادو كيوريكم كيفاش تلعبوها. المهم كما كتشوفوا الفوق هنا عاطينا 18 ديال هاد الزرقين، يعني هي كتكملهم. مثلا دابا بقاو ليا جوج كتكملهم صافي كتحصل على النقاط. المهم غنكملهم بالزربه باش ندوزو نكمل لكم. المهم هنا كما كتشوفوا تم الوصول الى الهدف. صافي دابا حصلتي على ديك 40 كدير اضغاط للمتابعه وغادي نحصلوا على ديك 40 ديال داك الجولد. كما كتشوفوا لقد ربحت 40 ديال هذوك العملات. صافي دابا مباشره غادي نخرجوا بلا ما نكملوا هذه اللعبه هذه. الهدف ديالنا هو نجمعوا هاد النقاط هادو. فدابا غادي تقول لي ها حنا جمعنا هاد العملات هادو فاش غادي نستافدوا من هاد العملات. مثلا كما كتشوف هنا كاينين لي برودويات لتحت من هاد العملات. انت ملي كتكون جمعتي بطبيعه الحال العملات الفوق كما كتشوفوا انا عندي 13 دولار يعني واحد 134 درهم. المهم انت كتختار داكشي اللي بغيتي تشري. غير هو راه ماشي غادي تشري غير بهاد العملات هو باش غتشري المنتوج. هاد العملات هادو غير كيعطيوك واحد التخفيض. مثلا تيكون المنتوج بواحد 100 تقدر تاخذه ب 70 60 90 على حسب داكشي اللي عندك. مثلا غادي نشوفوا شي حاجه هنا غادي نديروا بحال بغينا ناخذوها. مثلا هذا الكاسك هذا غادي ندخلوا عليه. هذا عي مثال ماشي مهم، عي مثال. مثلا هنا داير 559 درهم. المهم هذا ماشي ديال تشويس ولكن راه كيدعم حتى هو كما كتشوفوا على الاكسبريس. المهم غنشوفوا هنا شي واحد ديال تشويس باش المهم مثلا هذا لونوفو غندخلوا على هذا اللي زيد ديال لونوفو ال بي 40 برو. كما كتشوفوا الثمن ديالهم هو 103. يعني انت ملي كتبغي نديروا الشراء الان غادي نكملوا نديروا بحال بغينا ناخذوه باش نشوفوا شحال ديال التخفيض. اللي زوين عاوتاني هنا تقدر تاخذ حتى 3 ديال لي مثلا هذا لونوفو تقدر تاخذ فيها 3 ماشي بحال دوك ديال التشويس ديال زائد 3 يعني كيحتموا عليك تاخذ عي منتوج واحد من الحاجه. مثلا تقدر دير كوموند هنا اللي زوين تقدر تاخذ مثلا هذا لونوفو بغيت تاخذ انت منها 3 ديال الحوايج كتضغط على كدير شحال بغيتي تاخذ العدد الكميه كدير مواصله. هنا غيدوزوك للدفع. فلاحظوا معايا هنا هادشي اللي بغيتكم تلاحظوه. غادي ندير لكم واحد السهم. كما كتشوفوا هذا هو التخفيض 4 دولار فاصله 5 يعني واحد قريبا 50 درهم. فكما كتشوفوا في التوتال تيعطوك الثمن هنا. ملي كتجي كتحسبها كتلقى راسك راك يعني نقصتي واحد السولد اللي مهم بزاف بالنسبه لك الا كنتي كتبيع ولا كتشري. ايضا مثلا انت بغيتي تاخذ اي حاجه من هذا البرودوي هذا وبغيتي مثلا هاد الكوموند هادي يعني تزيد فيها بزاف ماشي غادي تجيب نتا اي حاجه في كوموند. مثلا بغيتي تاخذ بزاف ديال الحوايج مع هاد لونوفو المهم غادي نرجعوا. انت غادي دير اضيف الى العربه. قبيله درنا الشراء ودابا غادي دير اضيف الى العربه. هي هادي غادي تضيفها للعربه. غادي تحدد اللون اللي بغيتي. المهم هادشي كامل راكم عارفينه. غادي دير مواصله غادي ترجع. كما كتشوفوا هنا ملي كتدخل على هذا لونوفو كتجي لهنا لتحت كتهبط كتقلب على المتجر. كما كتشوفوا هذا هو المتجر. هذا المتجر راه معروف بتشويس. غادي بالمناسبه غادي نخلي لكم واحد في الوصف ولا في اول تعليق غادي نخلي لكم واحد 6 ديال المتاجر اللي كيدعموا تشويس يعني كاملين كتلقاو فيهم هاد الشويس هادو. ملي غادي تدخل دوك المتاجر اي حاجه بغيتيها كتاخذها وغادي توصلك بلا ديوانه بلا حتى حاجه بلا انت غير كتختار داكشي اللي بغيتي. ولا طبقتي هادشي وجمعتي دوك العملات وطبقتي ايضا الطريقه الثانيه ديال الموقع ديال الاكرار ديال الاسترداد النقدي فراه غادي تكون يعني غادي تحصل على واحد التخفيض اللي زوين بزاف وغادي تبقى ترجع لك واحد النسبه من داكشي باش شريتي. مثلا غادي تدخل مثلا انت درتي في السله هذا اللونوفو غتضغط على المتجر. غادي تجي لهاد جميع المنتوجات غتقلب على المنتوجات اللي فيهم تشويس. بطبيعه الحال كما كتشوفوا راه المتجر كيدعم الشحن يعني بالمجان. المهم انت لما لقيتي تشويس ولقيتي مثلا الشحن مجاني تقدر تسولو راه غادي يقول لك بطبيعه الحال كيدعم. كما كتشوفوا مثلا هذه ديال تشويس هذه الكاميرا راه كاينين بزاف. انت غير غادي تقلب غادي يطلعوا لك بزاف. المهم باش بلا ما نطول عليكم انت كتشوف داكشي اللي بغيتي اخر. مثلا بغيتي تاخذ هذا الكاسك هذا
ولا مثلا هاد بلاتي مثلا هاد الساعه هادي مثلا غادي دير لها حتى هي اضيف الى العربه، وغادي تضيف عاوتاني داكشي اللي بغيتي، ومن بعد ما غادي تكمل غادي تكون ضفتي بزاف ديال الحوايج، غير هو ما تكثرش بزاف، دير واحد الخمسه ولا سته باش يعني تجي واحد الكوموند اللي تكون ما يوقع لك فيها حتى مشكل. حقاش دابا الا جيتي دير واحد الكوموند تكثر فيها واحد 10 ولا 9 تقدر توقع لك شي حاجه، تهرس لك شي حاجه، شي برودوي يجيك ناقص، شي حاجه المهم شي حاجه غادي تجيك ماشي تلزم. اما كل ما كان البرودوي كل ما كانت الكليه فيها منتوجات قلال تيكون التغليف زوين وتجيك يعني ما وقع لك حتى مشكل. وهذه بطبيعه الحال راه ماشي ديما كتوقع، قليل شي مره لقيتي شي منتوج ولا شي حاجه اللي ناقص ولا وقعت ليه شي حاجه. المهم كتجي لهاد السله كتكون ضفتي داكشي اللي ضفتي هنا كما كتشوفوا انت كتحددوا بطبيعه الحال انا كتضيف هادو. المهم نتوما غادي داكشي اللي ضفتو غادي يكون لكم من نفس السله، كدير الدفع وكتكمل الاجراءات ديال الدفع ديالك. ودابا غادي ندوزو للموقع الثاني ديال الايغرال اللي سبق ليا بطبيعه الحال وشرحته، تقدروا ترجعوا للفيديوهات القدام وغادي تعرفوا كيفاش غادي تسجلوا وكيفاش وغادي نخلي لكم الرابط ديالو اللي بغى يتسجل. اللي زوين في هذا الموقع ملي كتسجل كيعطيك واحد 5 اورو هديه من الموقع كيدوزها لك، وكيبقى لك واحد 15 يعني تيعطوك واحد الا بغيتي تسحب تيعطوك حتى هما واحد الشروط ديال خصك توصل ل 20 يورو اللي هي تقريبا واحد 200 درهم ولا 200 وشي حاجه. المهم انت كما كتشوفوا هنا كما كتشوفوا الارباح ديالي من الموقع تقريبا 32 يورو. الدور ديالي هو كنشري بما انني كنشري بزاف من علي اكسبريس، غادي تتبعوا معايا نفس الطريقه اللي غادي ندير دابا، وهذاك الشيء اللي غادي تحصلوا عليه راه غادي تحول لكم وتقدروا تسحبوه فيما بعد اما الباي بال اما الحسابات البنكيه ديالكم. فيديو الاخر ان شاء الله ولا ملي غادي نجمع واحد المبلغ اللي يكون هنا في سميتو ملي غنجمع شويه غادي ندير لكم كيفاش غادي تقدروا تسحبوا. راه موقع موثوق 100%، كاين بزاف ديال الاثباتات ديال السحب، موقع فرنسي. المهم غنجيو هنا. المهم غادي المهم اللي بغى الفيديو ديال التسجيل غادي تلقاوه غنخلي لكم الرابط ديال الموقع. طريقه التسجيل راه سهله، غادي تضغط على اللين غادي يحولك غادي تسجل بالجيميل، غير هو غادي تسجل بالجيميل باش انت داخل على علي اكسبريس كما سبق لي وشرحت لكم من قبل، باش غير ملي كتفعل الكاش باك تيصيفطوك نيشان على التطبيق باش دوز الكوموند ديالك. مثلا انت كتجي لهنا لهاد القائمه كتضغط على الترحيب كيطلعوا لك. هذا اللي زوين في هذا الموقع راه كيدعم بزاف ديال المتاجر كما كتشوفوا هنا، من بينها علي اكسبريس. هو كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال المتاجر، يعني اي واحد كيشري من على برا تقدر تدخل غادي تلقى داك المتجر اللي انت كتشري منه. المهم اللي كيهمنا حنا هو علي اكسبريس في هذا الشرح. تقدر انت تبحث على ولا غادي تجي غير هنا للبحث غادي تكتب علي اكسبريس وغادي يطلع لك. المهم غادي نكتبوا علي اكسبريس غادي نديروا روشيرش كما كتشوفوا. هذا هو علي اكسبريس. انت اشنو كدير كتضغط على هاد اكتيفي لو كاش باك اولا تفعيل الاسترداد النقدي كما كتشوفوا هي هذه. يعني ملي كتضغط عليها غادي نضغطوا عليها باش نديروا جميع المهم باش تعرفوا كيفاش تفعلوا هاد الكاش باك. كما كتشوفوا تلقائيا كتصبر واحد شويه وغادي يتم التوجيه ديالك الى التاجر او الى المتجر. غادي نصبروا واحد شويه الا ما يحولوكش كتضغط على حسنا ساذهب الى هذه اللي بالتحت اللي بالخضر. المهم انت غادي يحولوك اوتوماتيك كما كتشوفوا تيحولونا على المتصفح. يقدروا يحولوك على التطبيق، يقدروا يحولوك على الا حولوك على جوجل. مع انني فاتح بطبيعه الحال الحساب ديالي هنا في جوجل فحولوني على هنا. المهم انت يقدروا يحولوك على التطبيق الا حولوك على جوجل بحال هكا غادي نفس الطريقه غادي تختار المنتوجات اللي بغيتي تشري. اللي نفترض بغيتي تاخذ هذه الساعه هذه كما كتشوفوا اللي نفترض صافي راه كتاخذها كدوزها مثلا غادي يحولونا على علي اكسبريس. اللي زوين هذا الكاش باك ملي كتدخل كتفعلو كيبقى مفعل ساعه، يعني منين تبغي تشري ديما رد البال مع هذه القضيه، ماشي تفعلو مره واحده وتسحبو غادي يبقى ديما مفعل. كل ما جيتي بغيتي تشري ولا بغيتي تشوف مثلا نفترضوا بغيتي تشري وكنتي باغي تشري غادي تفعلو وغادي تدخل وغادي تشري. كما كتشوف تيحولوك على اكسبريس. تقدر دابا تختار اللي بغيتي ودوز الكوموند ديالك ومن بعد راه غادي تحصل على واحد الاسترداد النقدي غادي يرجع لك الحساب ديالك. غادي نرجعوا للموقع ديالنا ايغرال. كما كتشوفوا تيبقى ماكتيفي تقريبا واحد الساعه ولا هو تيبقى ماكتيفي. يعني دابا تقدر تمشي تشري داكشي اللي بغيتي ومن بعد راه كيرجع لك سميتو كما شفتوا كيرجع لك لهنا وكتجي الحساب ديالك. هاد اوجوري ملي كتدخل ليه راه كيطلع لك داكشي اللي عندك وتطلع لك اللي زوين عاوتاني. وملي كتسجل كيعطيك واحد 5 يورو هديه. وملي كتوصل ل 20 راه في ساعه تقدر توصل ل 20 وتقدر تسحبها على اما الباي بال او المهم ولا تقدر تسحبها نيت وتعاود تشري بها. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يكتب لي في التعليقات.
غادي نخلي لكم اللين ديال هذا الموقع هذا، غادي نخلي لكم اللين ديال اللينات ديال دوك الماتاجر اللي كيدعموا الدي دي بي المغرب. يعني تقدر تدخل لاي متجر في دوك الماتاجر اللي غنحط لكم وتقدر تاخذ اللي بغيتي، وغادي يجيوك بلا ديوانه بلا حتى حاجه. المهم غير هو منين تبغي تاخذ، مثلا افترضوا بغيتي تاخذ نتايا منتوج واحد، يعني ديما اختار شي منتوج يكون طالع شي شويه على 100 درهم، ولا الا بغيتي تاخذ بزاف غادي تختار مثلا 3 4، غير يكون الثمن ديال الكوموند كامله تكون فيه 100 درهم باش توصلك بلا ديوانه بلا حتى حاجه. كان هذا هو الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد.